السلام عليكم. اليوم غنمشي مع جمعيه الخير سباقون لمدرسه اولاد دليم، المدرسه اللي كيقراو وساكنين فيها الاطفال اللي تضروا بالزلزال. المهم اتفقنا باش نتلاقاو مع 8:30 في تامنصور. داكشي علاش فقت بكري وفطرت وشديت الطريق لتامنصور. هنا كنتسناو الاخوان اللي باقي ما وصلوش، وهنا كنكونوا وصلنا لولاد دليم الحمد لله. افتتحنا النشاط ديالنا بالتجويد للقرآن الكريم من أحد التلاميذ. وكذلك بعض أناشيد الصباح باش يفيقوا الدراري شوية. الهدف من هذا النشاط هو نحاولوا نخرجوا هاد الدراري من ديك الصدمة ديال الزلزال، حيت داكشي اللي داز عليهم ماشي ساهل. المهم نحاولوا نفوجوا عليهم شويه، وفي نفس الوقت بغيناهم يتعلموا بزاف ديال الحوايج من هذا النشاط. داكشي علاش قررنا نخصصوا هذه الفتره الصباحيه لمجموعه من الورشات، من بينهم ورشه الاسعافات الاوليه وورشه الرسم على الجدار وورشه الكتابه وكذلك ورشة التنشيط تعليم الطرز والخياطة وورشة ألعاب العقل وورشة الأعمال اليدوية وإعادة التدوير اللي مكلف بها أنا شخصيا. لو شرحت لهم كيفاش يحولوا قرعة ديال الماء لمزهرية، وقديت معهم واحد الشكل، من بعد خدمت مع كل واحد بشكل فردي باش كل واحد يقاد الشكل ديالو. وفعلا كاينين اللي قدوا مزهرية، ولكن الأكثرية صايبوا لي كاس ديال دوري أبطال أوروبا من المزهرية إلى الكاس. المهم الدراري تعلموا ونشطوا في نفس الوقت. من بعد ما سالينا من الورشات مع ديك 2:30 تقريبا تغدينا، ومن بعد الغدا مباشرة بدينا كنقادو لاصين اللي غيكونوا فيها عروض الفترة المسائية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وكما العادة افتتحنا الفترة المسائية بتجويد القرآن الكريم. وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا النشاط عطات الفرصة لهاد التلاميذ باش يبينوا المواهب ديالهم في تجويد القرآن الكريم والإنشاد، وكذلك المسرح، وكانوا كذلك مسابقات وهدايا للفائزين. وفي الاخر من بعد ما ضحكوا ونشطوا جا الوقت ديال القص. الحمد لله هذا النشاط داز مزيان وتعلموا شحال من حاجه واللي غادي تنفعهم في المستقبل ان شاء الله. وهذه غتكون الزياره الثالثه فايت جمعيه للخير سباقون، جاوا عندهم 2 المرات من قبل. وهنا كنوصلوا للنهايه ديال هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم. كان معكم المدني أبلة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.